لو كلنا اتسألنا إيه هي أغلى حاجة في حياتك؟ السؤال هيبان للحظة إن هو غريب شوية، بحيث إن كل واحد هيكون عنده إجابة مختلفة. يمكن تكون فلوس، ممكن تكون عربية، ممكن تكون شهادة، أو يمكن تكون شخص، ذكرى حلوة، إحساس بالأمان. بس السؤال ده بيختلف لو سألته للبشرية كلها. إيه أغلى حاجة بتمتلكها البشرية؟ ولكن الإجابة هتكون هي التاريخ، أو الفن عامةً بالمعنى الأحرى، بحيث إن هو الإبداع اللي بيعيش أكتر مننا كلنا. بس تخيل معايا إن في حد في ليلة واحدة قرر يسرق حتة من التاريخ، ومش يسرقها عشان يبيعها، لأ، يسرقها عشان يخفيها عن عيون العالم كله للأبد. فأهلا بيكم في حلقة جديدة، وده بودكاست من الأرشيف. أنا أحمد أبو نيمي. النهاردة هنفتح ملف جديد اللي ما يعتبرش مجرد جريمة، ولكن دي واحدة من أكبر الكوارث في عالم الفن. حكايتنا عن ليلة شتوية باردة في مدينة بوسطن، بدأت بموسيقى هادية في عربية وانتهت ببراويز فاضية على الحيطان. في 81 دقيقة من الجراءة والغموض اتسرق فيهم كنوز قيمتها النهاردة أكتر من نص مليار دولار. هنفتح ملف أكبر وأذكى عملية سرقة فنية في التاريخ، سرقة متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر. فلو مستعد للرحلة ديت ما تنساش إن أنت تعمل فولو وسبسكرايب عشان ما تفوتكش الملفات الجاية، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. بتبدأ قصتنا بإن إحنا نرجع بالزمن لسنة 1990. الساعة كانت عدت نص الليل بشوية. إحنا دلوقتي في الساعات الأولى من يوم 18 مارس 1990. الشوارع في بوسطن كانت شبه مهجورة، متغطية بضباب خفيف كده من أثر الاحتفالات بتاعت عيد القديس باتريك اللي كانت شغالة من ساعات يعتبر. جوه متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر الهدوء كان هو السائد في المتحف. المتحف مش مجرد مبنى عامة، ده حلم واحدة قررت تتبناه. إيزابيلا، سيدة مجتمع فاحشة الثراء وعاشقة للفن جدا، قررت إنها تصمم القصر دوت على طراز فينيسي، وحطت فيه روحها وكل الكنوز اللي جمعتها من رحلاتها حوالين العالم. ووصيتها كانت مقدسة، إن بعد موتها كل قطعة فنية لازم تفضل في المكان بالملي، ومحدش يجرؤ إن هو يغير أي حاجة. والمتحف يعتبر كأنه كان كبسولة زمنية كده مقفولة. وفي الليلة ديت أمانة الكبسولة دي كانت في إيد اتنين بس، حارسين أمن. الأول هو ريك أباس، شاب عنده 23 سنة، شعره طويل، بيحلم إن هو يبقى نجم روك، وشاف الشغلانة دي مجرد محطة مملة كده بيقضي فيها وقت عشان فلوس. والتاني حارس أكبر منه في السن، خلاص كان قرب على المعاش، فاللي هو يعني هي شغلانة وخلاص. فريك هو وزمايله كانوا قاعدين في مكتب الأمن، السهرة الروتينية المملة كالعادة يعني. ولكن فجأة حصل أمر ما كانوش متوقعينه. على شاشات المراقبة ظهر خيالين كده، راجلين لابسين يونيفورم شرطة كامل، مركبين شوارب مزيفة واضحة تحت كباتهم، واقفين عند الباب الجانبي للمتحف. واحد منهم بص للكاميرا على طول وداس على الجرس. فريك طبعا من غير تردد رفع سماعة الانتركم، وصوت من بره جاله واضح وحاسم: شرطة بوسطن، جالنا بلاغ عن إزعاج في فناء المتحف، فلازم ندخل. في اللحظة دي كل بروتوكولات الأمن عامة في العالم بتقول حاجة واحدة: ممنوع فتح الباب لأي مخلوق بعد ساعات العمل الرسمية. فالمفروض إن ريك يكلم اسم الشرطة يتأكد منهم أساسا إن هو إيه، إن هو أنتوا باعتين شرطة تيجي أساسا للمتحف ولا. ولكن ريك بحكم إن هو شاب صغير وخبرته قليلة والشغلانة دي روتينية أساسا بالنسبة له، شاف يونيفورم الشرطة فحس بالأمان، وبص لزميله اللي هو الراجل العجوز اللي هز براسه على طول، اللي هو واقف: دخلهم دخلهم يا معلم. وارتكب الغلطة القاتلة في حكاية. أول ما الشرطيين المزيفين دول دخلوا، واحد منهم قرب من ريك وبص في وشه كويس، قال له بهدوء مريب: أنا فاكر إني شفتك قبل كده، مش إحنا لينا معاك سوابق؟ ريك استغرب ورد بثقة كده: لا طبعا، يعني أكيد شخص تاني. الشرطي مزيف هز راسه كأنه افتكر، وقال له بنبرة أمرة كده اللي هو: لا يا عم، هو أنت في مذكرة قبضت عليك، لو سمحت وشك للحيطة كده وحط إيدك ورا ظهرك. وريك أباس يعني اللي هو كل سذاجة نفذ الأمر، وفي أقل من ثانية لقى نفسه متكلبش. وفي نفس اللحظة بالظبط زميله التاني كان هو كمان لقى مصيره متكلبش ومستسلم. حراس المتحف العملاق دوت، حراس الكنز اللي قيمته مليارات، بقوا أسرى في إيد اتنين حرامية. واحد من الحرامية بص للحارسين دولت بابتسامة انتصار وقال جملته التاريخية: يا جماعة، دي عملية سطو. وهنا الستار اتفتح على أعظم مسرحية سرقة في العصر الحديث. الحرامية خدوا الحارسين دولت ونزلوا القبو الضلمة بتاع المتحف، فصلوا ما بينهم، كل واحد كان في أوضة بعيدة عن التاني بحوالي 40 متر عشان ما يقدروش يتكلموا.
وهناك لفوا الشريط لاصق على عينيهم وبقهم وإيديهم ورجليهم. لفوه بإحكام لدرجة إن هم لما تلاقوا الصبح الشريط كان قاطع الدورة الدموية عن إيديهم، بحيث إن هم حتى ما يعرفوش إن هم إيه، إن هم يعني حتى لو عرف اللي هو إيه إن هو يفك طبقة من الشريط، هو مش هيعرف إن هو يفك بقية اللزق. فدلوقتي المتحف بقى في خطر، المتحف كله بقى ملك الحرامية، معهم مفاتيح كل الأبواب، ومفيش أي إنذار هيضرب لأن هم خلاص سيطروا على كل حاجة. وهنا بيبدأ الغموض الحقيقي، لأن الحرامية دوت ما كانوش مجرد حرامية عاديين، تصرفاتهم كانت ميكس كده غريب ما بين الخبرة والغباء، بين التخطيط والعشوائية. وجهتهم الأولانية كانت الغرفة الهولندية اللي كان بيتقال عليها جوهرة المتحف، وبدل ما يفكوا اللوحات من البراويز بالراحة، عملوا أبشع حاجة ممكن تتعمل في لوحة. فجأة طلعوا قطر وبكل برود أعصاب قطعوا لوحتين من أعظم أعمال رامبراندت من براويزهم، كأنهم بيقطعوا ورق جرايد كده، بحيث إن اللوحة الأولانية كانت لوحة العاصفة على بحر الجليل، ودي مش مجرد لوحة عادية، ولكن دي اللوحة البحرية الوحيدة اللي كان رامبراندت رسمها في حياته. والتانية كانت لوحة سيدة ورجل نبيل في السواد. بعدها الاتنين حرامية بعد ما عملوا فعلتهم الشنيعة وقطعوا اللوحتين من مكانهم وخدوهم، عيونهم جت على تحفة تانية، لوحة صغيرة للفنان فيرمر. اسم اللوحة ديت الحفلة الموسيقية، ذا كونسرت. اللوحة دي لوحدها تعتبر الكأس المقدسة بجد في عالم الفن، بحيث ان قيمتها يعني بالميت كده تتجاوز ال 250 مليون دولار. بكل هدوء اللي عملوه الحرامية ان هم شالوها من على الحيطة وكملوا التور اللي هم عمالين بيعملوها، جولتهم الغريبة، بحيث ان هم كملوا سرقة. سرقوا رسمة صغيرة بالحبر لرامبراندت، وسرقوا مزهرية صينية برونزية كده قيمة من عهد أسرة تشانج، ودي حاجة يعني عامة محدش فاهم هم سرقوها ليه وسط الكنوز ديت كلها. فبس الأغرب إن هم حاولوا يفكوا علم كبير كان بتاع كتيبة نابليون بونابرت، ولما فشلوا اكتفوا بسرقة النسر البرونزي اللي كان بس على إيه، على السارية بتاعت العلم. في خلال 81 دقيقة كاملة، ساعة و21 دقيقة يعني، وهم بيتجولوا في القصر ده براحتهم، عارف اللي هو دخلوا كذا أوضة وشافوا لوحات أغلى وأشهر بكتير من اللي سرقوه وبوظوه، زي لوحة للفنان الإيطالي العظيم تايتن كانت على بعد خطوات منهم ولكن هم تجاهلوها تماما. عارف اللي هو كأنهم كانوا معاهم قائمة طلبات كده، أوردرات معينة، بس هم بينفذوها بكل عنف وجهل. وقبل ما يمشوا عملوا آخر حركة تضمن اختفاء، راحوا على غرفة التحكم بتاعت الشرايط عامة والتسجيل، وخدوا شرايط الفيديو بتاعت كاميرات المراقبة وكمان هاردات الكمبيوتر اللي كانت بتسجل حركة فتح الأبواب وقفلها. مسحوا كل أثر ليهم. الساعة كانت 2:45 الفجر. الحرامية خرجوا بكل هدوء في ليل بوسطن البارد، ومعاهم 13 قطعة فنية، سايبين وراهم فراغ قيمته تتجاوز $500 مليار. تاني يوم الصبح مع شروق الشمس بدأ موظفين المتحف يوصلوا، ولكن لاحظوا إن الدنيا هادية زيادة عن اللزوم. ولما ندهوا على الحراس ومحدش رد، بدأ الذعر الحقيقي. البوليس الحقيقي وصل المكان المرة ديت، وبعد تفتيش طويل لقوا الحارسين في القبو شبه فاقدين الوعي من كتر الربط اللي كانوا مربوطينه، بحيث إن دورتهم الدموية كانت خلاص شبه إنها وقفت. ولما طلعوا فوق كانت دي الصدمة اللي هزت العالم الفني كله. البراويز الذهب الفخمة اللي كانت متعلقة على الحيطان لقوها فاضية. الفراغ اللي سابته اللوحات كان بجد مخلي المكان كأنه بيصرخ بصوت أعلى من أي إنذار، كأنها عيون مطفية في وش التاريخ. كانت واحدة من أحزن اللحظات عامة في عالم الفن كله. وبسبب وصية إيزابيلا جاردنر المقدسة، إدارة المتحف ما كانتش بإيدها إنها تعمل أي شيء. قالت إنها هتسيب البراويز زي ما هي متعلقة في مكانها فاضية، تذكار دائم للجريمة اللي حصلت دي، وعلامة أمل باهتة إن ممكن اللوحات دي ترجع في يوم من الأيام أساسا. وساعتها ال FBI على النقيض التاني بدأ أكبر وأعقد تحقيق في تاريخ سرقة الفن. المشتبه فيهم كان من كل شكل وكل لون من عصابات المافيا المحلية ببوسطن، خصوصا عصابة كان زعيمها اسمه كارميلو ميريلو، معرفش اسمه بيتنطق ازاي بس هو اسمه معقد عامة. واللي اعترف واحد من رجالته عامة قبل ما يموت ان هم سرقوا اللوحات عشان يخفوا الحكم عن زعيمهم، لدرجة ان في كلام اتقال ان اللوحات عامة اتهربت لايرلندا الشمالية
علشان يمولوا الجيش الجمهوري الأيرلندي، ولكن بتمر سنين وعقود، شهود ظهروا واختفوا، خيوط كانت بتوصل لطرق مسدودة، لدرجة إن ال FBI عرضت مكافأة ضخمة بدأت ب1,000,000 دولار وصلت النهاردة ل10,000,000 دولار لأي معلومة ترجع اللوحات ديت سليمة لمكانها. بس للأسف محدش اتكلم، كأن الأرض انشقت وبلعت الحرامية والكنز اللي كان معاهم. الخبراء بيقولوا إن اللوحات ديت بسبب شهرتها أساسا هي مستحيل إنها تتباع في العلن، مصيرها يا إما واحد من اتنين، يا إما هتفضل مدفونة في مكان سري وهتتلف وهتتدمر وهتكون راحت قيمتها الفنية، أو متعلقة على حتة قصر ملياردير مريض حب إن هو يسرق وقرر إن هو يحرم العالم كله منها علشان يستمتع بيها هو لوحده في الظلام. شيء محزن عامة. أكتر من 35 سنة عدت على الليلة ديت، وبجد الحرامية لو لسه عايشين هما دلوقتي يعتبروا رجالة كبار في السن، ولكن السر مدفون معاهم. يمكن يكون السر خلاص أساسا مات معاهم وخلاص هم اختفوا، ولكن الجريمة ديت تحولت من ملف تحقيق مفتوح لأسطورة. أسطورة عن الأشباح اللي قدرت في 81 دقيقة بس إنها تعمل ثقب أسود في ذاكرة الفن الجماعية بتاعتنا. لحد النهاردة لو زرت متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر في بوسطن هتشوف بعينك البراويز الفاضية ديت بكل صمت بتحكي قصة الخسارة والجراءة، ومستنية لأجل محدش يعرفه، مستنية يمكن اللوح ديت ترجع، يمكن الكنوز ديت ترجع، أو يمكن مستنية بس حد يحل اللغز. السؤال بجد اللي بيفضل يتردد في صدى قاعات المتحف الفاضية: فين أعظم كنز فني مسروق في التاريخ؟ فعامة دي كانت حكايتنا النهاردة في بودكاست من الأرشيف، واحدة من أحزن الحلقات عامة. أنا عارف إنها مش حلقة واو، عارف إن القصة تبان إنها حزينة وإنها اتقفلت لباب مجهول بحيث إن محدش فاهم إيه مصير اللوحات دي أو راحت فين. بس عامة لو الحلقة عجبتك ما تنساش إن أنت تعمل لايك وشير عشان توصل لأكبر عدد من الناس، ورأيك يهمني جدا، هسيبه تحت في الكومنتس أو على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وقول لي إيه الملف المطرب اللي نفسك نفتحه سوا المرة الجاية. فعامة دي كانت حلقة جديدة، كان معاكم أحمد الغنيمي، أشوفكم في حلقة جديدة من الأرشيف، والسلام.